دخلنا في ليالي الشتاء، والشتاء يعني سينابون. تعالي اقولك على طريقتي فيه، هينجح معاكي من اول مرة، هتطلعي احلى سينابون ممكن تاكليه او حد يدوق من ايديكي، بالصوص الابيض الجميل بتاعه من غير اي تعقيدات. يلا بينا نشوف الطريقة ايه هي. معايا كوباية من الحليب الدافي، معايا كمان نص كوباية من السكر، وكيس خميرة فورية او معلقة كبيرة خميرة فورية تكون هرمية كده. هقلبهم، وعلى ما يعني ياخدوا يدي مع بعضهم كده، احس ان الخميرة عملت رغوة كده من فوق، او ابيض كده من فوق، اعرف ان هي كده اشتغلت معايا. هبتدي بقى اجيب نص كوباية من الزبدة السايحة، يا اما سايحة على النار يا اما في الميكرويف كده دقيقة كده او نص دقيقة. وبعد كده بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، عليهم فانيليا سايلة او بودر لو عندك اللي متوفر عندك، وعليهم 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات. اهم حاجة يكون دقيق متعدد الاستخدامات، بروتين عالي، بلاش اللي هو بتاع الكيكات، لان البروتين بتاعه بيبقى ضعيف، او بتاع البسكوت بيبقى البروتين بتاعه ضعيف شوية. هحط رشة ملح، وهبتدي كده اعجن كويس. حسيتي ان عايزة دقيق تاني، ببتدي احط. انا استخدمت 4 كوبايات ونص من الدقيق، على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، بس في دقيق بيحتاج وفي دقيق ما بيحتاجش. كده انا حطيت ربع كوباية، وهرجع اضيف ربع كوباية تاني لحد ما العجينة تمسك معايا. اعجنها كويس لحد ما تبقى ناعمة زي ما هتشوف كده معايا، وافضل اخبط كده في الطبق او على الرخامة لحد لما تتعجن وتبقى كويسة زي ما هتشوفوها كده معايا. كده انا بلم العجينة، هي كده مش محتاجة دقيق خالص تاني، كده هي القوام بتاعها حلو. هبتدي اجيب طبق نضيف واحطها فيه، واغطيها بستريتش راب او فوطة مطبخ عندك تكون نضيفة. وهنا كده بعد ساعة من التخمير، وبرضو على حسب ما المكان عندك درجة حرارته ايه، ممكن تحطيها في فرن البوتاجاز، وطبعا هو مطفي. هتخمر معاكي اسرع. اهم حاجة تكون في مكان دافي لو انت عايزاها اسرع. شايفين العجينة مرنة وسلسة معايا ازاي؟ جميلة بصراحة. هجيب رشة دقيق على المفرش بتاع السيليكون او على الرخامة لو نضيفة عندك، متأكدة ان هي نضيفة فعادي تفردي عليها. هبتدي كده افردها كويس بسمك واحد كلها، وهبتدي بقى اجيب الحشوة بتاعتي. هقول لكم الحشوة هنا بتاعتي، جبت نص كوباية من الزبدة، عليهم معلقتين كبار من القرفة، معلقة من الكاكاو، نص كوباية من السكر البني. لو مش متوفر عندك سكر بني تقدري تستخدمي ابيض، وبرضه تقدري تعملي سكر بني في البيت، يعني ممكن تحطي عليه معلقة من العسل او نص معلقة من العسل الاسمر. ده بيديكي نفس النتيجة دي، بيخلي الحشوة من جوه طرية، يعني بيديها طراوة كده، وبيخليها يعني حلوة قوي، يعني بيفرق معاكي السكر البني. انا ما بشتروش من بره، انا بعمله في البيت. يعني انا بجيب السكر الابيض، وبحط كل كوبايه بتاخد من معلقه لمعلقتين عسل اسمر. كده انا فردت الحشو على العجينه. وبرضو تقدري تعملي الحشو بطريقه تانية، تحط تدهني العجينة الزبدة الأول، وبعد كده تجهزي اللي هو القرفة، معلقتين قرفة ومعلقة كاكاو اختياري والسكر، وبعد كده ترشيها فوق الزبدة، وتبدأي بقى يا إما تلفي وتقطعي، يا إما تقطعي الأول زي ما أنا عملت كده وتلفي. هنا كده أنا كنت خلاص هبتدي أقطع معاكم زي ما هتشوفوا كده. انا كده قطعت، هبتدي حسيت ان هي اللي هتبقى كبيرة قوي، فقطعتها كمان نص زي ما هتشوفوا كده دلوقتي معايا. انا ابتديت هنا الف الطرف. تقدري ان انتي تساوي قبل ما تعملي اي حاجة، تساوي اطراف العجينة وتفرديها تاني وتعملي الحشوة دي تاني عشان تطلع معاكي متساوية. بس انا عشان عاملاها لبيتي مش عاملاها مشروع، فاستسهلت وكنت مستعجلة. فهنا كده زي ما انتم شايفين بدأت الف الرول بتاعي، وتقدري اول تلفي وبعد كده تقطعي. انا هنا قطعت الاول بعد كده لفيت. كمان عشان ما تنشفش معاكي من تحت، فانا بفضل احط معلقة من الزبدة عليها معلقة من الكاكاو اللي هو البني،
انا قلتلك تعملي الكاكاو البني ازاي. على كل كوباية سكر بني بحط عليها من معلقة لمعلقتين عسل اسمر، على حسب الدرجة اللي انت عايزاها. معلقة بتديكي درجة فاتحة في السكر البني، معلقتين بتديكي درجة اغمق. ده بيدي طراوة، السكر البني بيدي طراوة للعجينة بطريقة فظيعة، وبيستخدم لجميع الحلويات اللي انتي عايزاها تبقى طرية من جوه، لانه بيدي طراوة زي ما عرفتك كده. انا ابتديت هنا بعد ما دهنت الصينية، بيديها كرملة بقى من تحت مع الزبدة، فبتديها كرملة حلوة قوي كده. انا رصيت الصينية، هسيبها ترتاح نص ساعة وتخمر معايا كده كله، يعني العجينة تخمر معايا كويس، وابتدي ادخلها في الفرن. هنا على ما تخمر هعمل معاكم الصوص الخطير بتاعها. معايا 4 معالق كبار من الكريمة، الجبنة الكريمي اللي هي الكيري، او 8 مكعبات جبنة نستون، وهحط نص كوباية من السكر البودر، ورشة من الملح والفانيليا، ومعلقة من الزبدة، وكمان اختياري 3 معالق من اللبن. مش حابه تضيفيها وعايزه الصوص يبقى تقيل، اضربي كده المكونات كلها في الخلاط او الهاند بلندر. تقدري تضيفيه في التلاجة وتطلعيه بقى تحطي عليه على طول. هنا انا كنت سايباه بره لان عايزاه يبقى خفيف شويه، عشان اول ما طلع انا سقيت السينابون. ممكن تستني عليه يهدى شويه وبعد كده تضيفيه يكون طالع، لان انا عملت صوص تاني تقيل شويه وحطيته عليه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم هو شرب الصوص بتاعه وطعمه خطير زي ما انتم شايفينه، وسايب من بعضه، وريحته جميله جدا، غير الكرمله اللي فيه من تحت مع القرفه، ريحته وطعمه جميل. اتمنى ان انتوا تجربيه، ولو عجبك ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو منك، ولو في اي حاجه في الفيديو يا ريت تقوليلي عليها وتنصحيني بيها. اشوفك على خير في فيديو جديد.